وعلى قولة بنتي اليوم الطريقة أناه فشي يخبل. من نشوف فشي حلو تقول أناه. فاليوم الطريقة لازم تجربوها لأن صدق أناه فشي خرافي، طعم خيال. السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ أخباركم؟ صحتكم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بكل خير وصحة وعافية وأنتوا تشوفون طريقة تندوري لهذا اليوم. طريقة خرافية، أنتوا تعرفون تتبيلاتي اللي مجربها فشي خيال. ما راح أطول عليكم، جربوا الطريقة وخلينا نقول بسم الله. أول شغلة راح أبدأ أحضرها هي تتبيلة الدجاج التندوري. راح أخلي هنا تقريبا 3 ملاعق طعام كبيرة من الزبادي أو اللبن أو اليوغورت. راح نضيف عليه ملعقتين طعام من عصير الليمون الحامض أو ممكن عصير برتقال، أو إذا ما عندكم ممكن تضيفون أيضا خل يفي بالغرض. ملعقة كوب مليانة من الملح، والملح دائما أقول لكم استخدموا الكمية اللي أنتم تناسبكم. 5 ملاعق من زيت الزيتون. زيت الزيتون بهاي الطريقة يكون أفضل من الزيت العادي إذا كان متوفر، وإذا ما متوفر ممكن تستخدمون الزيت العادي. ملعقة كوب مليانة كلش من البابريكا، وهنا استخدمت المدخنة لأن بهذا الطبق نحتاج طعم الدخان. ملعقة كوب أيضا مليانة من الثوم والبودرة. راح نزيد عليهم أيضا ملعقة كوب من البصل البودرة. كلش ضروري هاي المواد تلتزمون بها والمقادير إذا تستخدمون دجاجة. نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، وانتبهوا لي أنا كنت استخدم ملعقة كوب وهسه ملعقة صغيرة، يعني تفاوت الحجم مبين عندكم. راح أيضا أزيد عليها نصف ملعقة شاي أو ملعقة صغيرة من الكمون. وراح نضيف عليها ملعقة كوب مليانة من الكزبرة. وشوفوا أنا الكزبرة أحب أطحنها ساعة الوقت لأن تنطيني نكهة كلش أطيب من الباودر المطحونة الجاهزة اللي ناخذها. 3/4 ملعقة صغيرة أيضا من الفلفل الأسود. وراح أزيد عليها بهارات الدجاج. بهارات الدجاج دائما تستخدمون، تقولوا لي يا نوعية تستخدمين؟ أنا استخدم إما ماركة الملوية أو أنتاب، اثنيناتهم كلش ممتازات ومتوازنات وكلش ينطون نكهة كلش طيبة. راح نضيف من بهارات الدجاج أيضا 3/4 ملعقة كوب مليانة من بهارات الدجاج اللي شوفتكم إياها، سواء هاي أو الملوية أو أنتوا أي بهارات عندكم دجاج استخدمون براحتكم. ملعقة طعام واحدة فقط من الصويا صوص، وهي اختيارية إذا ما عندكم ممكن أنه تضيفوها. ملعقة كوب واحدة متللة من صلصة معجون الطماطم، ممكن أيضا تخلطون وياها شوية ملون غذائي. أنا اليوم ملون غذائي أحمر ما عندي، المفروض نستخدم أحمر فاستخدمت أنا الأورنج. الأحمر سويت أوردر على 3 تطبيقات، ما قدرت ألقي اللون الأحمر ولي صايمة وما أقدر أطلع، والأولاد تعرفون مرتبطة بجامعاتهم يرجعون، المدارس يرجعون، فما أقدر أترك البيت وأروح أجيب ملون غذائي، فاكتفيت باللون الأورنج. لكن الأفضل إذا عندكم تستخدمون ملون غذائي لون أحمر. شوفوا هذا سمك التتبيلة لازم يكون بهذا السمك، ما تكون خفيفة حتى تلزق على سطح الدجاج. الدجاجة عندي وزن 1.5 كيلو. استخدم دجاج الوطني ممتاز ورهيب، أي زفرة ما بي صدقوني. شلت الجلد كله من عليه لأن طريقة التندوري تختلف عن طريقة المندي. المندي ممكن نخلي الجلد، لكن التندوري لازم نشيل الجلد. راح أسوي بالسكين فتحات شوية عميقة بلحمة الدجاج بالفخذ وبالصدر حتى أحصل على أنه التتبيلة تتخلخل داخل اللحم. بس انتبهوا لي، أنا من دا أسوي الفتحات ما دا أنزل إلى العظم اللي جوا، يعني تقريبا دا أخترقها لحد النصف المنتصف عفوا حتى تنزل بيها التتبيلة. إيش قد ما تقدرون سووا أنتوا فتحات براحتكم الشو ما يعجبكم. وشوفوا أيضا لحمة الفخذ هذه اللي نسميها عصا الطبل أيضا دا أسوي بيها فتحات من الأمام من الخلف حتى تتخلخل بداخلها التتبيلة الحلوة. وهسه راح نبدي ناخذ الصلصة اللي حضرناها سوية، وراح نبدي ندهن على الدجاج من الأمام ومن الخلف، ونحاول ندخل بداخل الفتحات اللي سويناها. ممكن أنه تخلون تستخدمون الفرشاة، ممكن تلبسون أنتوا كف براحتكم، أنتوا اللي يعجبكم. أنا صراحة متأكدة من نظافة إيدي وسلامتها، لذلك أستخدم دائما إيدي، لأن ثقوا بالله الإيد هي البركة بالأكل وبكل شيء. هسه بعد ما كملت التتبيلة كلها من الجهتين من الأمام ومن الخلف للدجاجة، راح أغطيها بقطعة نايلون وأتركها أقل شيء 6 ساعات. ممكن إذا تتركوها ليلة كاملة يكون بعد أفضل، تحصلون نتيجة كلش أطيب. هسه جيت هنا أنا ثاني يوم، أنا تبلت الدجاجة تقريبا من السحور. خليت عندي صينية فرن بطنتها بورق الألمنيوم، وخليت عليها هاي الشبكة مالت الشوي، وخليت على الشبكة قطع صدر الدجاج، الدجاج. إذا أنتم ما عندكم هاي الشبكة ممكن أنه تخلون أي سطام ستيل عندكم، أي خواشق ما تريدوها تخلوها تحت الدجاج، المهم لا تلامس قاع الألمنيوم. غطيتها بورق زبدة بعد ما بللتها بالمي، وغطيتها بطبقتين من ورق الألمنيوم لأن كان الألمنيوم عندي خفيف مو سميك، فغطيتها بطبقتين من ورق الألمنيوم. حكمت عليها الغلق
وراح أدخلها الفرن. راح تاخذ عندي ساعة كاملة بالفرن. أول شي درجة حرارة 200، بعدين قللتها لل180. هسه تقريبا صار نص ساعة الدجاجة بالفرن. راح أبدأ أحضر الرز. ضفت كمية من الزيت، وضفت بصلاية حلوة متوسطة قطعتها مكعبات ناعم، ثرمتها فرم كلش ناعم، وراح أبدأ أشوحها إلى أن يبدي يتغير لونها للون الذهبي. راح أضيف عليها أيضا فص من الثوم وأقلبها، ما أخلي الثوم يحترق ثواني، بس مجرد تطلع ريحتها راح أبدأ أنزل عليه باقي البهارات. والبهارات الصحيحة اللي راح استخدمها اليوم 3 ورقات من الغار. أنا راح استخدم اليوم 3 أكواب من الرز. 3 ورقات من الغار، راح أضيف عليهم عودين من الدارسين، 5 حبات من الهيل، وتقريبا 5 إلى 6 مسامير قرنفل. راح أزيد عليهم أيضا حبتين من اللومي أو النومي بصرة. وراح نبدي نشوح البصل والبهارات ونضيف عليهم الرز. قلت لكم أنا استخدمت هنا 3 أكواب من الرز. وحنبدي نزيد كمية المي، وكل سيدة بيت تعرف الرز مالتها إيش قد يحتاج كمية. أكو يحتاج كمية قليلة لأن رأسا يعجن، أكو يحتاج كمية هواية حتى ينضج. راح أزيد عليهم نصف ملعقة كوب من الفلفل الأسود، وراح أزيد أيضا عليها شوية من الكركم وشوية من بهارات الدجاج اللي استخدمتها ببداية الفيديو اللي شوفتكم إياها. أيضا راح نزيد الملح حسب ما أنتم تحتاجون. وراح أزيد أني مكعب ونصف من مرق اللحم الجاهز. إذا أنتم تقولون عنه مو صحي ممكن أنه ما تستخدموه. كملت كمية الملح اللي يحتاجها الرز مالتي، وراح أخلطهم وأغطي عليه وأتركه إلى أن يبدي يغلي وحتى أضبطه. بعد ما غطيته وتركته إلى أن يبدي يغلي تقريبا بدأ قلل مي مالته قبل لا ينشف. راح أبدأ أزيد لون بودرة، لون الأورنج. أيضا إذا عندكم لون الأحمر ممكن تستخدمون البرتقالي والأحمر سوية. ممكن تستخدمون أيضا السائل أو البودرة، أنتم براحتكم. راح أقلبها هيك شوية حتى اللون يختلط ويا الماء الموجود بالرز، حتى تبدي تنصبغ قطع حبات الرز اللي عندي وتاخذ اللون البرتقالي الحلو. الدجاجة صار لها هنا تقريبا ساعة، طلعتها من الفرن مستوية تماما. راح أبدي أخذ من هذا الصوص اللي نازل تحت بالصينية، وراح أبدي أدهن عليها قبل لا أدخلها للشواية. راح أخليها تقريبا 10 دقائق بالشواية من فوق، وأطفي النار تحت حتى تاخذ اللون الذهبي أو الأحمر الحلو. شوفوا الرز شلون عندي مستوي وكامل، وبدت حباية تاخذ لون البرتقالي وحباية لون الأصفر لون الكركم اللي ضفناه. عندي قطعتين من الفحم شعلتها على النار، ضفت عليها شوية من الزيت، وراح أخلي قطعة بالتمن أو الرز وقطعة بصينية الدجاج، وأحكم عليهم الغطاء تقريبا 10 دقائق تاخذ طعم الدخان. ويا سلام على المنظر، المنظر كان خرافي والطعم بعد أكثر خرافي. إن شاء الله راح تجربون الطريقة، وصدقوني راح تدعوا لي شلون دعيتوا لي بطريقة المندي. هواية وصلتني رسائل كلش تشكروا لي بطريقة المندي لأن كلش حبوه فعلا. فهنا أيضا إذا جربتوا هاي الطريقة صدقوني راح تدعوا لي، وأيضا راح تدزوا لي رسائلكم وتشكروا لي. استودعكم الله، دمتم في رعاية الله.